والله يا إشاعة حلوة يعني الصراحة. لا يا كويسة جدا يا عم. سمعنا كلام من ناس كتير مش هناخده عليه زي ما قلت لك. لا الراجل راجل محترم جدا عبده ده. هو طبعا قال على الشقة دي وحلوة رايق. أنا ما صدقتش أصلا كلام الناس خالص. يقولك مش عارف ايه وايه وايه، مش عارف واحدة اسمها رهيبة مش ماتت ومش عارف ايه او الكلام ده اصلا. انا اصلا ما بصدقش الكلام ده، اصلا كلام فاضي. يقولك بالليل جايب في صوت وصريخ ومش عارف ايه، كلام فاضي يا ابني. ايه هتاجي ولا ايه؟ تمام تمام ماشي. سلام. رامي الشقاق مين؟ أنا ايوه زي ما قلت لك كده، زي ما قلت لك كده، انا الصراحة حاسس نفسي شديت في حاجة. طب إيه يا عم، ما انت شغلك العقد واطلع مني عادي. لا يا اخي انا بعد ما جبت العفش. يا عم لا مش عادي تشال. انا خايف. بس هو شكله كلام تافه يعني، هتتحدى عن المقلب كده عشان يخوفك كده يعني. مين هيخش على كل الشبابيك اصلا بيقفلها؟ أكيد انت برضه تتهلوس. اكيد عشان كلام الناس. كلام الناس بيخليك تتهيأ حاجات انت اصلا مش عارف. انا عايزك تغير النهارده معانا. تمام ماشي مضايق. ماشي ربنا ما يزعلش تاكل حاجة. لك عن تهيؤات تهيؤات فانت ما تحطش في بالك حاجة يعني. ايه يا عم مالك يا عم في ايه؟ ما فيش حاجة يا عم. انا مش بتاع دلوقتي وراك. يا عم انت بتهلوس يا عم، انا مش قاعد معاك. يا عم استنى يا عم. يا اخي انت بتهلوس فين دي؟ تعالى وراني. يا عم انا هتروح فين؟ رد عليا يا اخي، رد عليا. لا لن علي ارفع على الناس التافهة ده، عايز اروح اشوفه يمكن واقع في مشكلة ولا حاجة. رايك رايكن 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 قوم قوم يا فرايكن، ايه اللي حصل لك؟
انت دلوقتي تجيني هنا شقتك الملبوسة دي، ها؟ في رايك الماء دلوقتي تجيني هنا وإلا بلغ على الشرطة. أيوة وصلت عند البيت. خلاص ماشي، هنزل العفش دلوقتي. ازاي عن الشقة ملبوسة؟ خلاص انت نزل العفش وانا دلوقتي عايزين نقابل بعضنا. انت عايش ازاي؟ يا عم عبد، بسألك على القصة واللي فهمتها لك، بس شقتك دي ملبوسة مسكنش فيها حد تاني. أنا عايزك بس تتابع معايا ونشوفها. خلاص عاوز خلاص خليك هنا وأنا هجيب لك العدد.